مرحبا، اليوم فيديو جديد كيف ما متعودين سلسلة فكرة سحور او فطور. اليوم جبت لكم فكرة فطور كتوجد في ساعة وكتجي بنينة واقتصادية وخطيرة، اللي هو كراتان او صينية البطاطا والباذنجان بصلصة وبيشاميل، كيجيو خطيرين. فقبل ما نروحوا لطريقة التحضير حطوا لي لايكات والاشتراك لهذه القناة وزوروني على صفحة الانستغرام، تلقاو رابط الديسكريبشن بوكس. يلا فرجة ممتعة. فمن سم الله على بركه الله، عندي فلفله حلوه وبصله خضاريه والكفته طبعا او الدجاج اللي بغيتو ديرو. فعندي هنا زويته بلديه كندير الكفته ديال البقري ولا غنمي ولا كفته الدجاج لادان، اي حاجه متوفره عندكم، اي بروتين كتبغيو تضيفوه متوفر عندكم في المنزل ضيفوه. فكيف ما كتشوفوا حتى كتنشف ليا ديك اللحم مزيان، كنضيف ليها شويه المليحه كيف ما كتشوفوا، بودره الثوم، التوابل اللي كتبغيو. عندي هنا بودره الشاورما، فالصراحه كتعطي واحد البنه غزاله، شويه سكنجبير، شويه الابزار. صافي كنخلي البصله عفوا اللحم ديالي هكا يتقلى بهذيك التوابل، كنضيف ليهم فلفله حلوه حمراء وبصله خضاريه ولا بصله عاديه، وكنخلي داكشي يتشحر مزيان كيف ما كتشوفوا حتى كطيح هذيك الفلفله وهذيك البصله. صافي وكتكون الحشوه واجده، ولكن غادي نديرو واحد النكهه اللي كتخلي الحشوه ديالتنا بنينه بزاف، اللي هي الزعتر. فبخصوص الصلصه ديال الطماطم، عندي هنا الصلصه ديال الطماطم كيف ما كتشوفوا كندير ليها فلفله حاره هريسه مليحه، ثم كندير بودره الثوم، كندير كذلك شويه ديال بودره ديال الشاورما، كتعطي واحد البنه زوينه في الماكله. ثم كنضيف الزعتر، زيت العود. المهم كديروا درت ورق الغار، كتنكهوا هذيك الصلصه ديالتكم بحال ديال البيتزا، يعني الصلصه اللي نتوما كتخدموا بها. اخر حاجه كندير الزعتر، كنطفي على هاد لاباغاي ديال الكفته والخضر، كتكون واجده. وكذلك الصوص ديالنا حتى هو واجد، كتنكهوا بورق الغار الزعتر، كتخليوه جانبا. هنا كندير البيشاميل كيف ما كندير معكم ديما، معلقه كبيره الزبده، وجوج معالق ديال الطحين، كنخلطهم مزيان، كنخلي الطحين كذلك يطيب ليا. ثم كنضيف الحليب بالتدريج، نصف لتر ديال الحليب. صافي هذه البيشاميل اسهل منها ما كاين، راه ديما كنديرها معكم. كيف ما هاد الاكله هذه كتجي سهله بزاف وكتجي خطيره. عندي هنايا الفرماج كيف ما كتشوفوا، فرماج مثلث ولا كيري ولا جبن كريمي لا عندكم، كريمه الطبخ لا عندكم، اي حاجه متوفره. جبن احمر درت انا مليحه والابزار والزعتر. غادي ندير بودره الثوم، كتنكهوا باي حاجه، كديروا الكوزه اي جوز طيب كتنكهوا بها البيشاميل. بخصوص الفرماج ديروا اي فرماج بغيتو، فرماج حمر، موتزاريلا، اي حاجه كريمي كتضيفوها. بخصوص انا عندي البطاطا، هاد البطاطا هذه دخلتها الفران كيف ما كتشوفوا، ولا تقليوها اللي بغيتو كيف ما بغيتو ديروا ليها. المهم كتقطعوها دوائر وكتخليوها انها طيب. عندي هنا فرماج موتزاريلا وفرماج حمر، لاباغاي اللي وجدنا، صوص طوماط وصوص بيشاميل. هادو هما المكونات الاساسيين باش نحضروا هاد الكراتان ديال الخضر. اول طبقه اللي هي طبقه البيشاميل، كما كتشوفوا البيشاميل كتجي معلكه وكتجي هكا ما فيها لا حبيبات لا والو، كتجي كريمه. يعني تبعوا هاد المراحل اللي قلت لكم غتنجح معكم. كندير كذلك طبقه ديال لاصوص ديالنا، صلصه الطماطم اللي منكهه بالزعتر، ورق الغار، بودره الثوم، يعني اي صلصه نتوما كترتاحوا فيها كديروها. ثم كنديروا طبقه ديال الباذنجان، ممكن تقليوه، ممكن تحطوه في الاي فراير، ممكن ديروه في الفران اللي بغيتو. كندير طبقه ديال البطاطس كيف ما كتشوفوا، كندير رشه ديال الزعتر كتعطي نكهه خطيره. ثم كندير لاباغاي ديال الكفته والفلفله الحلوه والبصله. فهاد الفكره كتجي زوينه في الافطار، يعني سهله، ولا حتى في العشاء الا بغيتو ديروها في العشاء في الغداء، يعني من الاشياء اللي هي ساهلين. فكندير هاد الطبقه في الوسط، وكندير كذلك الصلصه ديال الطماطم. فكيف ما كتشوفوا كندير فوق منها الفرماج، يعني اي جبن عندكم كتضيفوا. صافي كندير الطبقه ديال الفرماج ديالي، درت هنايا الموتزاريلا ميكس ما بين الموتزاريلا والفرماج حمر. صافي كنكمل بنفس الطريقه، كندير عاوتاني الطبقه ديال الباذنجان بنفس الحاجه اللي كتبداو بها هي اللي كديروها في الطبقه الثانيه. بديت بالباذنجان، دابا غادي ندير الطبقه الثانيه بالباذنجان باش كيكونوا الطبقات اللي هما مقادين ومتساويين. فكيف ما كتشوفوا كنوزع الباذنجان،
نفس الشيء للبطاطا حتى هي. صافي كنكمل بنفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. ثم غادي ندير الطبقه الاخيره ديال الصلصه ديال الطماطم اللي تبقات ليا. كيف ما كتشوفوا درت ورق الغار، كتعطي واحد النكهه خطيره في الصلصه. ثم كندير الطبقه الاخيره اللي هي طبقه البيشاميل. صافي، وكندير الطبقه ديال الفرماج من الفوق، الجبن غابي. يعني بسيطه، فكره اللي هي سهله و يعني ما كتاخذش واحد الوقت، كلشي كيوجد في ساعه. كديروا صلصه ديال الطماطم كتوجدوها، البيشاميل، لاباغي ديال الكفته، وصافي كتدخلوا البنجان والبطاطا في الفران يتحمروا ولا كتقليوهم. صافي هي يعني الوصفه واجده، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي هي معقده ولا صعيبه، بخصوص المبتدئين والمبتدئات. كيف ما كتشوفوا هذه الفكره هذه من الافكار اللي هما تساعدكم. الى ما لقيتوش شي فكره اللي هي سهله وبسيطه، فهذه ليكم يعني تحضروها في ساعه، ما غاديش تاخذ معكم واحد المجهود. صافي كندير الطبقه ديال الفرماج حمر وموتزاريلا، واخر حاجه الرشه اللي كتعطي السر في البنه ديال اي كراطه اللي هي رشه الزعتر. كيف ما كتشوفوا كندخلها الفران حتى يعني المكونات كلهم طيبين، فقط يتحمروا وياخذوا واحد اللون ذهبي. من الاحسن انكم ملي توجدوها ما تخليو واحد 40 دقيقه بحال هكاك قبل الافطار. كتحطوها في الفران على حراره اللي هي متوسطه حتى كتشرب هذيك الصلصه، يعني كل المكونات كيتجانسوا مع بعضياتهم. وكتحطوها في شويه تشوه هكا من الفوق تحمر باش الفرماج يذوب. صافي من بعد ما طلعتها من الفران كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها خطير بزاف، كتجي بنينه ومعلكه. فكنتمنى هذه الفكره تنال اعجابكم. علاش لا انكم تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم بطبيعه الحال. فكنتمنى لكم تحطوا لايكات هذا الفيديو والاشتراك بالقناه وتعليقات زوينه بحالكم، وتلقاو رابط الانستغرام ديالي في الديسكريبشن بوكس. يلا نشوفكم نيكست فيديو ان شاء الله. خليت لكم راحه ومع السلامه.